تعرفي تقعدي مع نفسك ولا لا؟ كنت بقرأ كتاب سندريلا سيكريت ولقيت السؤال ده، فكرت فيه. هو انا فعلا بقعد مع نفسي؟ اكتشفت ان انا بخاف اقعد مع نفسي، عشان نفسي عارفه ان انا بعمل حاجات غلط، عارفه ان انا مثلا مهمله في مستقبلي، ما بخلصش حاجاتي، بحط البلان اللي انا بعملها ما بمشيش عليها، كل ده. فبخاف ان انا اقعد مع نفسي. دي في مرحلة يعني لو انت ما بتقعدش مع نفسك بيبقى في حاجتين: يا اما انت بتقع في اخطاء كتير، يا اما بتبتدي ان نفسك دي تجلدك، اللي هو انت ليه ما عملتش كده، انت ليه ما بتعملش كده، غيرك وصل انت ما وصلتش ليه، انت لو كنت ما ضيعتش وقت كنت زمانك وصلت. فبنبتدي نخاف ان احنا نقعد مع نفسنا، فبالتالي بنمسك الموبايل نقعد على السوشيال ميديا 24 ساعة، نسرش نعمل مش عارفة ايه، ومكبرين دماغنا من اي حاجة. بكرة هتتعدل، بكرة ربنا هيفرجها. لا، مش بتيجي كده، مش بتيجي ان انت ما بتسعاش. مش هتوصل اللي انت عايزه وانت قاعد مكانك. ففعلا ان انت تقعد مع نفسك ولو حتى 10 دقايق في اليوم، ده بيغير مصير حياتك. بتعرف انت مين، انت عايز ايه، انت تمشي ازاي، امتى ان الحياة تبقى فعلا حلوة، امتى لما مثلا حاجة وقفت قدامك بتبتدي ان انت تغير منها، وان انت تفكر كويس. مش بتقعد على السوشيال ميديا 24 ساعة بتقول الفرج يا رب. ففعلا احنا محتاجين نقعد يعني كلنا نقعد مع نفسنا، نراجع نفسنا، نراجع حياتنا، نراجع الاخطاء اللي احنا عملناها. ولو عملت اي غلط، ثق ان ربنا غفور رحيم. ما تضيعش اللي ضاع خلاص، والوقت اللي ضاع ايه اللي ضاع خلاص من الوقت ده، حاجات احنا مش هنقدر نغيرها ومش هنقدر نرجع اللي فات. خلينا نفكر في اللي جاي، ونفكر في الوقت اللي جاي هنعمل فيه ايه. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من المحتوى بتاعي. ويا رب اشوفكم من نجاح لنجاح، متفوقين في حياتكم ومبسوطين. باي باي.